السلام عليكم الاخوان. تواصلت مع واحد الاخ اليوم، هو اخ ديال واحد الشخص اللي تختطف في تايلاند، وعلى ما قال لي وعلى ما هضروا بعض الناس كذلك في هذا الموضوع، انه بزاف ديال المغاربه تختطفوا في تايلاند، وكيفاش تختطفوا الى غير ذلك. غادي نعطيكم بعض النقاط، ولكن ان شاء الله كنوعدكم اننا دابا هضرت مع السيد، غنديروا واحد اللايف معاه الى كتاب باش يشرح التفاصيل. راه الناس داروا شكايه للامن، داروا شكايه لوزاره الخارجيه على حد قولهم، ولكن انا قلت ندير هاد لي ستوري باش بنادم يرد البال اللي غادي لتايلاند ولا اللي سمع شي حاجه سميتها التجاره الالكترونيه يرد البال ديالو. هاد السيد قال لي بلما الاخ ديالو تختطف، شي واحد قال لهم، انا تنهضر على واحد في مراكش، شي واحد قال لهم اجيو ديروا التجاره الالكترونيه وما عرفتوا التجاره الالكترونيه وتربحوا الفلوس. الناس مشاو على هذا الاساس، هما اللي تكلفوا لهم بالسفر، وبكل شيء. ملي مشاو لتما تختطفوا هاد الناس هادو، ودابا راه كيتعذبوا، ووظفوهم في النصب على ناس اخرين، وقالوا لهم انه الا ما عجبهم الحال او لا بداو تيخرجوا الى غير ذلك، انهم غادي يقدروا لانهم هذاك العصابه اللي مختطفاهم تعاود تبيعهم لعصابه اخرى اللي غادي يتاجروا في الاعضاء ديالهم. لهذا الله يجازيكم بخير. انا دابا ما عنديش تفاصيل بزاف، ما عارفش بزاف، لان هادشي بزاف هذا كيفاش شكون هذا الشخص هذا بعدا اللي فكر انه يختطف مغاربه، وهذا هادشي كله انا ما عارفش شنو كاين وما واضحش شكون كاين. ولكن الله يجازيكم بخير اللي تيتواصل مع شي شخص تيقول ليه يلا لتايلاند دير الفلوس ولا هذا، يرد بال راه كاينه شي عصابه كتختطف المغاربه بحجه التجاره الالكترونيه في تايلاند. هاد الشخص اللي تواصل معايا هو فقط ضحيه من بزاف ديال الضحايا. كاين بزاف ديال الضحايا في المغرب اللي تختطفوا بنفس الطريقه. فلهذا نعاود ناكد ونعاود هذه ستوري اخرى. الله يجازيكم بخير، الامر راه خطير. انا صراحه الله انا بعدا خصني انا بعدا نفهم اش واقع، لانه شخصيا عوال نسافر انا والعائله ديالي لتايلاند، ندوزو واحد الوقيته تما، وليت خايف لا نقدر نكون انا مستهدف، حيت ما فاهمش اش واقع، ما فاهمش كيفاش هذا السيد هذا عارف شكون هو هذا بعدا اللي عطى اولا النهار الاول عطى لي كونتاكت ديال هاد المغاربه. ما عرفتش، انا ما فهمتش. فلهذا الله يحملني وجب الحيطه والحذر. الناس اللي كيخدموا اونلاين من الذهاب الى تايلاند في هذه الفتره هذه تيبان اش واقع، تتفهم القصه اش واقع فيها.